اهلا بحضرتك دكتور سيد. اهلا بسعادتك يا فندم، شرفتنا والله يا دكتور. الساده المشاهدين الكرام، الشرف العظيم لي انا والله. نورت برنامج انا مصر يا دكتور. منور بوجود حضرتك. دكتور سيد، الاول خلينا بس كده نتطرق للموضوع بتاع اليوم ده، يعني بكل حرص وكل امانه، لان الظاهره دي انتشرت في المجتمع بطريقه يعني في غياب الوعي الثقافي والوعي الديني وقله الضمير. انتشرت ظاهره التحرش سواء بالالفاظ او التحرش بالنظرات او الجنسي. الاول نبتدي بس نعرف الساده المشاهدين معنى التحرش ايه؟ معناه وانواعه. تمام. هو اولا القياده السياسيه والمشرع المصري شرع عقوبات معينه على جريمه التحرش الجنسي لسبب رئيسي، لأن هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى إساءة الحالة النفسية لمن تعرض لهذه الجريمة، وبالتالي عدم انخراطه في المجتمع المصري، مما يؤدي إلى عقبات بالنسبة له تعليمية واجتماعية وغيرها. أما عن التحرش الجنسي فمضمونه وتعريفه هو إتيان أفعال سواء في مكان عام أو خاص أو مكان متروك بالمرة أيا ما كانوا، عبارة عن تلميحات وإيحاءات جنسية حيال هذا الشخص الذي يتعرض لهذا التحرش الجنسي. أنواع التحرش الجنسي هو تحرش باللفظ أو تحرش بالإشارة، وكمان القانون المصري الحقيقة واكب التطورات والاستحداثات المتواكبة مع تطور وكثرة الأنظمة التقنية والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فشرع في هذا القانون التحرش الجنسي الإلكتروني. مهمة دي. هذا التحرش الجنسي الإلكتروني الذي يتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كون ان الشخص يتعامل مع الضحية بتاعته باسلوب فيه ايماءات وايحاءات جنسية، سواء بارسال لهذه الضحية بعض الاشياء يعني افعال هو بيقوم بها من الناحية الشكلية او من الناحية اللفظية، فهو يقع في هذه الحالة تحت قانون العقوبات بنصيه المادة 306 ألف مكررا ألف و306 مكررا ب من قانون العقوبات. هذا التحرش الجنسي شرعه المشرع المصري في عام 2021 بالقانون رقم 141، ثم بعد ذلك قام باستحداثه وزيادة العقوبات فيه بالقانون رقم 185 لسنة 2023، والذي أعمل به من شهر ديسمبر 2023. تمام. يعني دكتور مثلا افهم من حضرتك حتى التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد ارسال رسائل غير مرغوب فيها من قبل الناس، يعني واحد بيبعت مثلا رسائل ازعاجيه مثلا، دي بتعد تحرش ايضا؟ لا، هذه تخضع لقانون 185 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. أما موضوع التحرش لابد وأن يكون في هذه الرسائل أو الصور المرسلة إيحاءات أو إيماءات جنسية، حاجة متعلقة بالجنس، ثم بعد ذلك بالابتزاز أو فيديوهات مثلا أو ما إلى ذلك. طيب دكتور، بس عايزين للحصول على منفعة جنسية تمام من الطرف الآخر. التحرش الجنسي الذي نتحدث عنه الآن وهو بمجرد الإشارة إلى الضحية بأي نوع من أنواع الإشارات التي تدل على إيماءات وإيحاءات جنسية، يعني أي تمام. إشارة ممكن هذا الشخص الجاني يقوم بها ترسخ لدى الطرف الآخر إن هو بيتحدث أو في داخله الإحساس الجنسي أو الشعور الجنسي، مثل إشارة باليد أو إشارة بأحد الأعضاء أو ما إلى ذلك. تمام. هذا فضلا عن الأسلوب.
اللي هو اللفظي. ولكن هتك العرض يختلف عن ذلك، لأن هتك العرض هو التعدي على إنسان بكشف عورته، كشف عورة هذا الإنسان ومواطن العفة فيه. بمجرد كشف عورة هذا الإنسان حتى لو لم يتم ارتكاب أي أمور جنسية معه، فهنا يقع تحت طائلة قانون العقوبات بخصوص هتك العرض. أما بالنسبة للاغتصاب، فالاغتصاب عرفه القانون بأنه مواقعة أنثى بدون رضاها، يعني ارتكاب فعل جنسي مع الضحية بدون رضاها. وطبعا برضو أنا يعني أحب أن أنا أوضح هذه الأمور. قانون العقوبات المصري عندنا غلظ العقوبات على هذه الأصناف الثلاثة من الجرائم، لأنها تمس روح الإنسان قبل جسده وعاطفته وشعوره. طيب يا دكتور، يعني احنا بقى لابد يعني كده بالتفصيل واحدة واحدة كده عشان نعمل عملية ردع لمن تسول له نفسه القيام بتحرش أو هتك عرض أو اغتصاب. حكم القانون ايه الأول كده ايه في التحرش الجنسي؟ يعني القانون أحكامه ايه؟ بالنسبة معاليكم القانون غلظ العقوبات، يعني بمجرد ان الشاب او اي شخص اي مكان يقوم باي فعل من الافعال اللي احنا اتكلمنا، حتى ولو بالاشاره، حتى ولو باللمس السريع، في هذه الحاله يقع تحت طائله قانون العقوبات بنص الماده 306 ألف مكرر، ويأخذ او يحصل على عقوبه الحبس، عقوبة السجن لمدة ما بين 2 إلى 4 أعوام، بالإضافة إلى غرامة من 100,000 إلى 200,000. هذا فضلا عن النقطة الثانية بقى اللاحقة، دي عملية تجديدية. يعني أنا دلوقتي قمت بهذا الفعل، يبقى خلاص ينطبق علي هاتين العقوبتين السابق التنويه عنهما. ولكن إذا كان معي شخص آخر أو كنت حاملا لسلاح، تمام. أو كان هذا الشخص المتعدى عليه أو الذي وقعت عليه الجريمة دون 18 عاما من عمره، أو أنه مما أنا أرعاه أو أتولى تربيته، أو خادما، أو يعمل في المنزل مثلا عندي وقام بالتعدي علي، هذا الشخص في هذه الحالة بتتغلظ بالنسبة له العقوبات. وفي هذه الحالة بتكون العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة من 200,000 جنيه إلى 300,000 جنيه. هذا فضلا عن الموضوع. طبعا الحقيقة موضوع العقوبات في هذه الجريمة غلظت تغليظا تاما وشديدا. في حالة هذا فضلا كمان، يعني الحالة الأولى فيها حالة التتبع اللي هو التغليظ الذي يصل بالعقوبة 5 سنوات حبس، بالإضافة إلى قد تصل إلى 300,000 جنيه. ممكن يكون الشاب تتبع الضحية، بمجرد بس ان هو تتبعها، ما عملش بس يعني الحركات اللي احنا كنا بنتكلم عنها او الايماءات او ما الى ذلك، تتبع بمجرد التتبع ده ان هو مثلا صار وراء الضحية، بمجرد ان هو ماشي وراه ولو خطوتين، يعني ماشي عاكس أيوة كده وهو ماشي. تمام. في هذه الحالة تغلظ عليه العقوبة ويحصل على عقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى 200,000 جنيه غرامة، وقد تصل إلى 300,000 جنيه غرامة. هذا فضلا عن في حالة العود. يعني إيه العود عندنا في القانون؟ يعني شخص ارتكب جريمة وعاد وارتكب جريمة أخرى. في هذه الحالة هذا الشخص صار من معتادي الإجرام، يبقى أنا لازم أغلظ عليه العقوبات. طيب في هذا المنحى العقوبة تصل لقد إيه؟ تصل ل10 سنوات سجن، بالإضافة إلى 600,000 جنيه، تضاعف العقوبة مباشرة. هذا عن عقوبة نص المادة 306 ألف مكرر ألف من قانون العقوبات. جاء بعده أو جاءت بعده المادة 306 مكرر ألف ب، تغلظ هذه العقوبات بحيث تكون الحد الأدنى
للعقوبة 5 سنوات. في حالة أما تكون هذه الإيحاءات والأفعال اللي أنا بقوم بها والإيماءات وما إلى ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية، يعني أنا خلاص تطورت من أن أنا بعمل كده بس، لا ده أنا كمان عاوز أحصل على منفعة جنسية بأي طريقة، كما لو كنت أن أنا بشاور للضحية بأسلوب معين يدل على الجنس وبأشير إليها وأقول لها مثلا تعالي أو قربي أو ما إلى ذلك. في هذه الحالة تكون العقوبة يعني لا تقل عن 5 سنوات. طب إذا كان فيها ظرف من الظروف المشددة بقى اللي تحدثنا عنها قبل كده وعشان ما نكررهاش، زي 18 سنة أو بتولي رعايته وتربيته وما إلى ذلك، أو في العمل، يعني الإنسان اللي هو ممكن يتعدى على امرأة بتعمل أو سيدة بتعمل معه في العمل كمكتب أو في عيادة أو في مستشفى أو في شركة أو ما إلى ذلك، أيضا ينطبق عليه هذه العقوبات، وتكون العقوبة مغلظة بحيث لا تقل مدة السجن بأي حال من الأحوال عن 7 سنوات. هذا بالإضافة في حالة العود وما إلى ذلك كما تحدثنا منذ قليل لا تقل العقوبة عن 10 سنوات سجن، بالإضافة إلى الغرامات التي تحدثنا عنها قبل ذلك. يعني أفهم من حضرتك كده يا دكتور، بس عشان ننوه وننبه لبناتنا وأولادنا في حالة التعرض لمثل هذه الأشياء المعاكسات أو التحرش، لو قامت ببلاغ طبعا تصل عقوبة المتحرش من 2 ل3 ل5 ل7 ل10 سنين، زائد الغرامات المالية اللي تصل إلى 300,000 جنيه. ده احنا كمان معليك، احنا بنتكلم حد أدنى في حالة العود وما إلى ذلك والتشديدات، بنتكلم حد أدنى 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات. يعني إذا من حق القاضي الجنائي ان هو يدي عقوبات اعلى من كده بكثير. طيب كيف تتوجه بقى يا دكتور المعتدى عليها او المجني عليها عشان تعمل محضر او قضية في شخص قام بالتعدي عليه؟ في هذه الحالة يعني انا الحقيقة بنصح، واحنا عايزين اسرع طريق وسيلة. اسرع طريق، لان احنا طبعا في حيات ممكن تقعد سنين، احنا عايزين اسرع طريق. نصيحه طبعا من حضرتك، ده استاذ قانون طبعا وفاهم، فانا عايزك توجه نصيحه ازاي ناخد الطريق الصح بحيث الاجراءات دي تخلص بسرعه. هو احنا كده علشان نتخذ الاجراءات قدامنا طرق محدده. بالنسبه للتعدي بالقول وباللفظ المباشر بتكون له طريقة وإجراءات محددة. تمام. وبالنسبة للتعدي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة تقنية أو تكنولوجية بيكون لها إجراءات محددة كالآتي. تمام. بالنسبة للطريقة الأولى، بمجرد أن الضحية تتعرض للتحرش الجنسي أي مكان، في هذه الحالة عليها الإسراع في نفس المكان لتحديد أقرب كاميرا مراقبة. تمام. أهم حاجة وأهم عنصر. هذا فضلا عن قبل مغادرة المكان وفور حدوث الواقعة الاستشهاد بمجموعة من الأشخاص المتواجدين. وإحنا عندنا الحقيقة الشعب المصري يعني لا يتأخر، يعني لا يتأخر عن هذا الأمر نظرا لشهامته، ولأنه يعني الحقيقة يأبى مثل هذه الأفعال تماما. فأنا أقدر أحدد بعض الأشخاص المتواجدين وأتبادل معهم الهواتف وعناوينهم علشان خاطر إن أنا أضعهم بعد كده كشهود في القضية اللي أنا هقوم بتحريرها، والنيابة بعد ذلك تقوم باستدعائهم. هذا فضلا عن الذهاب على الفور، ويفضل الاتصال بشرطة النجدة، يعني في نفس الواقعة وفي نفس المكان. الاتصال بشرطة النجدة حتى تأتي وتقوم بإجراء المحضر والتحقيق والاستدلال في هذا المكان، ثم بعد ذلك تتولى النيابة العامة الأمر والشرطة تقوم بتحريتها في هذا الشأن. هذا الشق الأول من الإجابة على تساؤل معاليكم. أما الشق الثاني الذي يخص التحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تكنولوجية أو تقنية، زي ما تحدثنا قبل كده يعني مع معاليكم في حلقة أخرى عن جرائم السوشيال ميديا، وقلنا أما يحصل جريمة، حينما تحدث جريمة أروح فين؟ في هذه الحالة أيضا إن أنا أتوجه إلى مباحث الإنترنت
شرطة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديريات الأمن. ده هذه الشرطة هي المتخصصة بهذا النوع من الجرائم. والأهم كمان من ذلك، أو إن إحنا لازم نضع في أعيننا أو نصب أعيننا مسألة إن أنا أحتفظ بالحاجة موجودة معايا حية. يفضل انها تكون زي ما ارسلت ليا بالظبط، ما اخدش سكرينات وبعد كده امسحها. يعني احتفظ بالحاجه واعرضها عليهم. هناك بياخدوا التليفون وبيبتدوا بعد كده يدخلوا بوسائل التقنيه بتاعتهم ويحددوا هذا الشخص وموقعه وتاكيد التحريات عليه باذن الله تعالى. ده بتبقى في المديريه دي طبعا، مديريات، جميع مديريات الامن. تمام. فيها قسم مختص بجرائم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. طيب، قضايا التحرش ده يا دكتور فيها تصالح ولا ما فيهاش تصالح؟ هو بالنسبة للجنايات بصفة عامة لا يجوز فيها التصالح، إلا طبعا الاستحداث الأخير بنص المادة 18 مقرر به من قانون الإجراءات الجنائية، وهو يعني يتحدث عن التصالح في جرائم الرشوة والتعدي على المال العام والعدوان عليه والغدر، وبناء عليه لا يصح ولا يجوز التصالح في جرائم التحرش الجنسي على الإطلاق. ولكن برضو من ضمن المعلومات اللي يجب علينا إيضاحها ألا وهو الناس بتستعيد عن ذلك في حالة الصلح والتعويض ليهم وما إلى ذلك بنفي الاتهام. تمام. وهذا الأمر من ضمن المعلومات، يعني آسف للمقاطعة، يخضع لرقابة والسلطة التقديرية للقاضي الجنائي. يقبل هذا الأمر من عدمه. العقوبات الحقيقة مغلظة أيضا. يعني عقوبة هتك العرض بمجرد كشف عورة الإنسان ولد أو بنت، في هذه الحالة يقع تحت طائلة قانون العقوبات الحقيقة، وبالتالي قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. نعم. يعني قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان هناك ظرفا مشددا. يعني الظروف المشددة التي تحدثنا عنها زي واقعة مثلا ياسين مثلا. يعني في موضوع او في حضانه، خلاص ده بيتولى تربيته وحفظه وما الى ذلك، من باب اولى انه يحافظ عليه. لكن كون ان انا اتعدى عليه، وكمان من باب العلم بالشيء، ليس هتك العرض كما يظن البعض ان يقوم بارتكاب افعال جنسيه ماديه مباشره بمجرد رفع الثياب في حد ذاته عن الطفل او رجل أو امرأة أيما كانت. في هذه الحالة وأيضا ليست كمان مواطن العفة بالنسبة للمرأة، لأن عورة المرأة جسمها كله عدا الوجه والكفين. يعني الشخص إذا قام برفع ملابس سيدة ورأى ساقها، في هذه الحالة وقع تحت طائلة قانون العقوبات. وإذا كان هذا الأمر من الظروف المشددة، إذا كان تولى التربية والرعاية وما إلى ذلك، أو إذا كان خادما عند هذه السيدة وارتكب هذه الجريمة، فتغلظ العقوبات وتصل إلى السجن المؤبد، وطبعا استخدام السلاح في كلا الجرائم من الظروف المشددة. وهناك أيضا إجماع ظرفين مشددين، يعني حينما يكون هناك ظرفان مشددان تغلظ العقوبة وتصل زي ما تحدثنا منذ قليل عن أنها لا تقل عن 10 سنوات في حالة ما يكون هناك ظرفان مشددان. يعني مثلا استعمال السلاح، والظرف الآخر الضحية مثلا أقل مثلا من 18 عام، أو إن هو بيتولى تربيتها ورعايتها وما إلى ذلك. وهكذا بالنسبة برضه لهتك العرض. أما بخصوص الاغتصاب، الحقيقة لحظة بس يا دكتور، نركز على النقطة دي لأن النقطة دي مهمة خالص. يعني الناس أحيانا الموضوع بيتداخل في بعضه، سواء تحرش أو هتك عرض. يعني حضرتك بتأكد بمجرد رفع ثياب ذكرا كان أو أنثى ده تحرش عقوبته بتصل وقعت جريمة هتك العرض لا محالة، حتى لو لم يتم ممارسة أي أفعال جنسية. تمام. لأنها حتى من هتك العرض. العرض ده اللي هو الشرف اللي هو بيتمثل في الجسد. ده أنا بركز على أساس إيه حين تحرير المحضر. يعني ما أروحش أحرر المحضر مثلا إن إيه إن تعدى عليا مثلا تعدي عادي، لا ده كده في طامة كبرى. ده كده حضرتك بتأكد إن فيه يعني جناحنا كده وقع تحت جناية. يعني وقع تحت الجناية قد تصل إلى عقوبة المؤبد. بس في أعجولة دقيقة بس كده، احنا عايزين بصفتك محاضر طبعا أستاذ في كلية، نصيحة بس لطلابنا إيه، بس معانا نص دقيقة وقت.
في الحقيقة أنا حابب أن أنا أقول لطلابنا في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة والقانون: أعلم أنك إذا درست القانون فإنك سوف تكون فارس الحلبة. بمعنى أن القانون هو مرآة المجتمع، وفي كل مصلحة حكومية وفي كل جهة في شؤون قانونية وفيه رجال قانون لازم يكونوا متواجدين، فأنت في هذه الأماكن سوف تكون أنت المسؤول. هذا فضلا عن بمناسبة الامتحانات وما إلى ذلك المذاكرة والاهتمام، لأن ما تذاكره اليوم سوف تستفيد به في الغد بعد التخرج والعمل بإذن الله تعالى. دكتورنا الغالي، والله أنت شرفتنا ونورتنا وأبدعت وأحسنت واستفدنا منك، وأبنائنا طبعا وبناتنا استفادوا. شرفتنا دكتور سيد البنداري ونورت برنامج أنا مصري. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.